السلام عليكم. اليوم جيتكم بثاني نوع من الحلوى، واللي هي حلوة الكنافة. حلوى بزاف هايلة وبنينة وتذوب في الفم. صدقوني، تبعوا برك المقادير راح تنجحوا فيها. نتمنى ان شاء الله الحلوى هذه تنال اعجابكم. ما تنسوش اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في الفقرة الثانية من حلويات العيد. اليوم راح نديرو مع بعض حلوة الكنافة. راح نديروها بهذو المول العجيب كما راكم تشوفوا. انا شريتهم 10 ب35 كما راكم تشوفوا. كل منطقة شحال راهم يديروا الله اعلم. المهم نبداو على بركة الله. اول حاجة راح نستعملها هي راح ندير الماغارين عفوا تاع ماني. هذه تخلي الكاطو تاعنا خفيف كما راكم تشوفوا. هي عندي 250 ماغارين. هنا حبيتوا تضاعفوا الكميه ضاعفوها. انا راح نعطيكم عجنه واحده وانتم حبيتوا تضاعفوا ضاعفوا. راكم تشوفوا ثاني حاجه عندي هنايا السكر كلاص. عندي كاس تاع سكر. حبيتوا تستعملوا كاس تاع السكر، حبيتوا ديروا نص كاس تاع سكر مع 2 مغارف تاع العسل. انا اليوم عفوا راح ندير بالسكر راكم تشوفوا. هنا بعد ما غربلت السكر تاعي هنا راح نستعمل الباتور. راح نرجع الخليط تاعي هذا، لازم نرجعه كريمي ونعاود نرجع لكم هكذا باش ما نطولش عليكم الفيديو. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما خلطت الماغارين تاعي مع السكر، شوفوا لازم اللون تاعها يولي كيما هكذا باش الكاطو تاعنا يجي خفيف. دوك راح ندير هنا عندي 2 حبات صفار وحبه بيض كامله. نديروها وندير شويه تاع هنا عندي لارام تاع الكراميل كما راكم تشوفوا، ونزيدوا لها القرصه تاع الملح. هنا نروح نعاود نخلطهم ونعاود نرجع لكم. هنا بعد ما خلطت البيض تاعي والاخر، هنا عندي كاس تاع الكاوكاو. هنا كنت قليته وحمصته ورحيته في الرقيق. شوفوا القوام تاعو. وهنا عندي نص كاس تاع المايزينا. راح نزيد مغرف صغيره تاع لوليفير. ما نكثرش هنايا الخميره هكذا باش ما يطلعليش الكاطو تاعي. شوف هنايا درت مغرفه صغيره ممسوح. هنا راح نخلط كلش بالباتور. هنايا نستعمل باتور باش الكاطو تاعي يجيني خفيف ويجيني شيش. هكذا نعاود نلم الخليط تاعي ونعاود نرجع لكم. هنا كيما راكم تشوفوا لميت كامل الخليط تاعي، بقات لي الفرينه برك. دوك راح نزيد الفرينه كيما راكم تشوفوا. نحاول نغربلها باش ما يجونيش هذوك الحبيبات راكم تشوفوا. وهنا العجينه تاعي لازم ما تكونش ما نديرهاش يابسه وما نديرهاش لين. هنا راح نزيد الفرينه راكم تشوفوا. هنا تدينا حوالي واحد 2 كيسان حتى ل3 كيسان على حساب الفرينه تاعك. وهنا نخلط ونشوف. شوفوا الخليط كي نديروه بالباتور ولا بالعجانه تجينا العجينه تجينا خفيفه ياسر. اما اذا درتيها بيدك تجيك شويه. من الاحسن انك تستعملي الباتور ولا ديري العجانه خير. كما راكم تشوفوا نحاول نلم العجينه تاعي ونرجع لكم.
هنا كما راكم تشوفوا بعد ما لميت العجينه تاعي، شوفوا كيفاش طريه. هنا ما خليتهاش نشفت ياسر. هنا راح نستعمل الميزان، راح ندير الكريات نوزنهم هكذا باش يجوني كامل حبه واحده. هنا راح ندير في كل حبه راح ندير فيها 35 كما راكم تشوفوا، ونديرهم في هذا المول، في المول العجين. هنا راح نضغط على الحواف هكذا باش العجينه تجيني. وهنا راح نخلي شويه قيس الخميره كما راكم تشوفوا. نزيد نعمر معكم واحده. هنا تحبي توزنيهم كامل ومن بعد عاودي طلعيهم في المول. انا اللي دوك حبيت برك نوري لكم الحبات كيفاش ندير لهم. هكذا نحاول نضغط قبل على الحواف هكذا، ومن بعد نسقم الحبه تاعي هكذا. هنا الفور تاعي راني مشعلتلو هكذا. دوك نحطهم كامل هكذا في الصينيه ونخليهم يطيبوا. بعد ما يطيبوا راح نوري لكم طريقه تاع التزيين. انا اليوم هنا استعملت هذه الكنافه للترميد كما راكم تشوفيها. تحبوا تشروا القطايف وتخدموهم نتوما. انا اليوم حبيت نسهل، حبيت نشري هذا كما راني قلت لكم. دوك ندخل هذو يطيبوا ونعاود نرجع لكم. هنا بعد ما طيبت الكاطو تاعي كما راكم تشوفوا في الحبه كيفاش طابت. هنا راح نروحوا للطريقه الثانيه تاع التزيين. هنا كما قلت لكم عندي الكراميل، انا نخدمها في الدار كما راكم تشوفوا. شوفوا القوام تاعها. تحبوا تشروها من برا تشروها. هنا راح نخلي لكم الطريقه تاعها، راح نخليها لكم في صندوق الوصف. وهنا عندي الكنافه كما راكم تشوفوا. هنايا نحكم الحبه تاعي، نحاول نمسح الحواف بالكراميل كما راكم تشوفوا. نمسحوا الحواف فقط هكذا. شوف الطريقه كيفاش طريقه سهله ما تتطلبلكش كامل الوقت. وهنايا راح نوريكم كيفاش ندير الحشوه. هنايا تحبوا ديروا شيكولا، تحبوا ديروا كراميل، كل وحده واش حابه تدير. ننصحكم تخدموا الكراميل في الدار خير هكذا باش تكفيك وتجيكم بكميه كبيره. كما راكم تشوفوا. هنا راح نكمل الحبه تاوعي كامل بهذه الطريقه ونعاود نرجع لكم. هنا كما راكم تشوفوا الحلويات تاعنا راهي واجده. انا درت معكم هذه الكميه. واش راح نقول لكم، انا الكميه هذه قطعت لي 35 حبه بنفس المقادير اللي عطيتهم لكم. والكراميل كما قلت لكم، الكراميل انا كنت خدمتها في الدار، حبيتوا تشروها حبيتوا تخدموها، كل وحده واش حبت تدير اللي تخرج عليه. هنايا انا استعملت في التزيين هذو الحبيبات تاع الكاوكاو اللي يجي مرمد في الكاكاو. صدقوني بنتو بزاف هايله ويجي في التزيين كما شفتوا الشكل كيفاش راهو مدن الشكل في الحلوى تاعي. نتمنى ان شاء الله الوصفه هذه تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم جديد دائما. والى الملتقى ان شاء الله بوصفه جديده.